ما سألتش نفسك قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يعرف ان هو نبي كان بيعبد ايه او كان بيعبد مين؟ انا جاية النهاردة ارد على السؤال ده من خلال سورة العلق. زي ما كلنا عارفين وزي ما كان بيتحكي لنا زمان، اول سورة نزلت في القرآن واول حاجة نزل بيها الوحي على سيدنا محمد اقرأ. زي ما كلنا عارفين ان سيدنا ابراهيم عليه السلام هو اللي بنى الكعبة، وطبعا سيدنا ابراهيم كان معاه صحف، بقايا صحف سيدنا إبراهيم كانت موجودة عند العرب، لسه كانت موجودة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد في غار حراء. بيتعبد ازاي؟ ما هو ما يعرفش ان هو نبي. ايوه، هو ما كانش يعرف ان هو نبي ولا ان هو رسول ولا انه هينزل عليه الوحي، ولكن كان بيتعبد ببقايا صحف سيدنا إبراهيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان موحد بالله، وكان على بقايا صحف سيدنا إبراهيم، وكان حنيفا على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. ومش هو لوحده، كان معاه كذا حد برضو من الناس اللي هم كانوا على بقايا سيدنا إبراهيم، ويقال ان سيدنا ابو بكر الصديق كان منهم. وزي ما احنا عارفين ان قريش ما كانتش بتسيب اي حد في حاله، لازم هو يعبد الاصنام ويجي علشان يقدس الاصنام اللي حوالين الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى عايز يقعد عند الكعبة يتعبد لربنا ببقايا صحف سيدنا إبراهيم. لكن بقى أبو جهل ما كانش بيسيبه في حاله، وكان بيمنعه إن هو يقعد عند الكعبة، ولا إن هو يجتمع في مجالسهم، ولا إنه يقعد معاهم، ولا إنه يعبد الإله اللي هو بيعبده، أو إن هو بيكون موحد بالله. لا، هو كان بيبقى عايزه يا إما تعبد الأصنام يا إما ما تقعدش هنا أصلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش خالص انه يتعبد زي ما الناس كلها بتروح عند الكعبة. هو ما كانش بيعرف بقى يقعد عند الكعبة لان ابو جهل ده كان بيمنعه، فكان يطلع على غار حراء يتعبد ويوحد بالله في غار حراء. والقصة الشهيرة اللي احنا كلنا عارفينها ان سيدنا جبريل عليه السلام دخل على سيدنا محمد غار حراء وقال له اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع منه وقال له ما انا بقارئ، انا معرفش اقرأ. فضمه ضمه شديدة لحد ما بلغ منه الجهد، فقال له اقرأ، قال له ما انا بقارئ، ما اعرفش اقرأ. وهكذا 3 مرات لحد ما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وانا همسك المصحف دلوقتي علشان افسر لكم جزئية جزئية وآية آية علشان تبقوا ماشيين معايا بالظبط. معنى اقرأ ان هو بيقول له اقرأ ما يوحيه الله سبحانه وتعالى اليك، يعني اللي هو هيقوله له هو يقرأه، او تيجي بمعنى تعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، بسم الله. هنا بنتعلم حاجة مهمة جدا، ان احنا قبل اي عمل بنعمله في حياتنا، حتى لو بنعمل اكل، لو بنعمل اي حاجة بسيطة، بنفتح باب شقة، بندخل بنعمل اي حاجة، نقول بسم الله. ودي الاستعانة بربنا سبحانه وتعالى. دي اول حاجة نزلت في القرآن، اقرأ باسم ربك. قبل اي حاجة نقول بسم الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق يعني خلق جميع الخلائق. يعني هنا ورد ان ربنا سبحانه وتعالى خلق جميع الخلق، ما حددش خلق معين. الآية بقى اللي بعدها خلق الإنسان من علق. هنا ربنا سبحانه وتعالى خص الإنسان بالذكر وذكره إنه من علق. من علق اللي هو تجمع دم كده، تجمع دم بيكون بعد ما يكون نطفة، يعني بعد ما الإنسان نطفة بيكون علقة. اقرأ وربك الأكرم. يقال إن اقرأ التانية دي جاية تأكيد على اقرأ الأولى، وجاية كمان اقرأ ما يوحيه الله سبحانه وتعالى إليك. وربك الأكرم، ربك الأكرم هنا جاي بمعنى الأكرم، يعني كثير العطاء، كثير الجود. على فكرة الأكرم معناها أقوى من الكريم. الأكرم هو اللي بيعطي وما ينتظرش شيء. الذي علم بالقلم، الذي علم بالخط والكتابة بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان حاجات هو ما كانش يعرفها. ولو تفتكروا قبل كده برضو ذكر آية في سورة البقرة، علم آدم الأسماء كلها. ربنا سبحانه وتعالى اللي علم الإنسان. وبرغم كل ده بصوا بقى الآية اللي جاية، كلا إن الإنسان ليطغى. ويقال إنه يقصد بيها هنا أبو جهل اللي كان بيمنع الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يتعبد عند الكعبة. لا يطغى يعني تجاوز حدوده مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني بقى يتجاوز الحد في تعدي حدود ربنا سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. استغنى عن ربنا وعن حدود ربنا وعن عبادة ربنا بالمال وبالسلطة وبالجاه، وفكر إن هم دول اللي هيغنوه عن أي حاجة وعن عبادة ربنا. إن إلى ربك الرجعى.
هتيجي يوم القيامة وهترجع لربنا سبحانه وتعالى وهيحاسبك على كل اللي انت عملته. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت أيها الرسول اللي بينهاك عن الصلاة، عبدا إذا صلى اللي هو سيدنا محمد، اللي بينهاك عن الصلاة اللي هو أبو جهل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ يعني انت شايف هو على هدى وبصيرة كده من ربه، أو أمر بالتقوى، انت شايفه إن هو بيدعو الناس لامتثال أوامر ربنا واجتناب نواهي ربنا سبحانه وتعالى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ انت شفته أيها الرسول وهو بيكذب بكلام ربنا وبيبعد الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، وأعرض وتولى يعني أعرض عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى. هو مش خايف من ربنا؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هو مش عارف إن ربنا سبحانه وتعالى شايفه ومطلع عليه؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لو ما بطلش اللي هو بيعمله هناخده كده لنسفعا بالناصية، هناخده بمقدمة رأسه كده إلى النار. ناصية كاذبة خاطئة، إن هو كان كاذب في القول وخاطئ في الفعل. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. فليدعو نادية اللي هو أبو جهل هيفضل ينده على أهله وعشيرته وقرايبه والناس اللي بيقعد معهم في المجلس علشان ينقذوه من العذاب، ولكن سندعو الزبانية، هننده على مين؟ على خزنة جهنم، دول اسمهم الزبانية، ودول بيعملوا اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بيه وبس. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى وجه كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو ما يسمعش كلامه وان هو ما يطيعهوش لا في امر ولا في نهي، ويسجد لربنا ويقترب منه فقط. بس كده اتمنى ان كنتوا تكونوا استفدتوا من الايات النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.